من الإيمان يزداد بالإحسان، الله جمله لما أتى رمضان. عقد من الإيمان يزداد بالإحسان، الله جمله لما أتى رمضان. يا مرحبا أهلا بالفضل والغفران، وأنا سائم هبات من نفحة القرآن، نلقاه بالبشر بالحب والأشجار، والأجر ندركه من دون ما نقصان. يا مرحبا رمضان، يا مرحبا رمضان، يا مرحبا رمضان. عقد من الإيمان يزداد بالإحسان، الله جمله لما أتى رمضان. عقد من الإيمان يزداد بالإحسان، الله جمله لما أتى رمضان. يا مرحبا أهلا بالفضل والغفران، وأنا سائم هب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فراولاتي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في تمام صحة وحال وراحة بال يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. معكم ليلى فوزي. فلو اول مرة تشوفوا القناة ادفعوا حالا زر الجرس على الكل، دوس سبسكرايب، الاشتراك واللايك والتعليق. يا احلى وارق فراولايه في حياتي. طبعا فراولاتي اللي هم ايه متعاونين معايا جدا، جزاكم الله خير عني. طبعا هم بيشيروا كتير الفيديوهات، جزاكم الله خير. النهارده زي ما احنا شفنا في المقتطفات في بدايه الفيديو، تغيير كامل غرفه الاطفال. طبعا انا نقلت الدولاب مكانه، وهنعمل تنظيف عميق جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم ان انا تحت السراير دي اتشال حرفيا. انا اصلا في بدايه التنظيف بتاع الغرفه ما كنتش ناويه اصور بصراحه، فلقيت نفسي لا لما خلصت قلت لما اصور وكده اشارككم، يعني حاجات حتى لو بسيطه مش هستخدمها. ازيكم يا فراولات، عاملين ايه؟ كويسين؟ نقول لهم بقى احنا عملنا ايه في الاوضه. ساعدتهم. ساعدتينا؟ نخلص بقى. لسه هنحط الملاية اهو. لسه نحط الملايه ونحط الحاجه كلها. انا عايزه اساعدهم. يا ماما. ونرجع للشرح. انا بصوا يا بنات، السراير زي ما هي ما غيرتهاش خلاص، ولكن اتشالت حرفيا. كل الخشب ده اتشال، تحت السرير ده كله اتشال، المكان ده كله كان فاضي تمام. شلت تحت السراير، نظفت كويس، مسحت حلو جدا. وقبل ما انا احط الملايه اللي هي اسمها ايه، المرتبه، فتحت الدولاب، فضيت الدولاب خالص وجمعت كل الحاجات. مش هقول لكم شلت الشتوي خالص، لكن سبت الحاجات الخريفي الى حد ما، وجاكيت لكل واحد او جاكيتين، فاهمه حاجات بسيطه جدا خلاص. بس تقريبا 80% من الحاجه اتعانت، يعني انا سيفت الحاجه كلها تحت السراير. يبقى كده اصبح نظيف ومتقفل عندي، يعتبر الشتوي ما عنديش الا شويه حاجات بسيطه خالص تمام وخلاص. جيت بعد كده بقى فرشت السرير، طبعا غيرت كل حاجه، كل ده اتلمع. عايزه اقول لكم ان ظهر السرير ده كمان اتغسل كويس قوي بمسحوق الاوتوماتيك. واللي عايزه اقول لكم ان بجد كانت ريحه الغرفه تحفه. وكمان حطيت البلاك اوت، حطيت كمان الستاير. انتوا لو تاخدوا بالكم ان الدولاب ما كانش ده مكانه مكان التسريحه. حلو ده. فكده كده معانا. انا اصلا عارفين ان انا غيرت في الريسبشن، غيرت في غرفتي، خلاص كده اخر حاجه غرفه الولاد. هبدأ بقى امسح حلو جدا جدا جدا، ومش قادره اقول لكم الريحه بتبقى عامله ازاي. عايزه اقول لكم كان اليوم ده انا اسعد مما يكون، مش بهزر. واقعد كل شويه اخرج من الغرفه واجي اقعد فيها، لان والله بجد يا بنات يعني انا تعبت فيها جامد 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 جامد، يعني حرفيا الغرفه من فوق لتحت اتشقلبت يعني. طبعا تحت الدولاب قبل ما انقله اتنضف، كل ده اتنضف. الادراج دي كلها شلت الالعاب اللي هي مكسره او الحاجات اللي ملهاش لازمه، شلت لهم في كتبهم، في كراسهم، كل ده اتعمل له جرد جرد جرد. بس يعني عارفين ليه ما صورتلكوش من الاول؟ هفهمكم. انا فيها طبع اما بتشجع ما بفكرش في حاجه، وانا اللي يهمني ان انا اخلص بصراحه. بس لقيت لما حاولت وصلت للمرحله اللي انا وصلت لها دي بصراحه يا بنات، قلت لا لا ربما حد يعني شوف كده فيتشجع يعني بصراحه. لان انا عارفه بصراحه ان الحاجات دي بتشجع جدا. خلاص
ايه كده انا خلاص غرفات بقت فل 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 فل. وهفرجكم كمان على الدولاب. انا يعني اليوم ده بجد كنت اسعد مما يكون، لان كذا حاجه كنت مسوفاها كل شويه اقول بعدين بعدين. فلما الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى يمكن ما يكونش حد اخد باله انه ايه يعني اللي اتعمل، لا اتعمل كتير، بس احساسي انا ان كل حاجه تمام وفل، فاحساس حلو قوي. الغرفه دي اتلمعت خشب وتلمعت ازاز، ولكن على خفيف، مش تلميعه العيد خلاص. بس كده انا اوريدي واقفه على ان انا افرش ملايات. تمام. مش عارفه بصراحه لسه هعمل ايه ملايات ولا عارفه، مش مفكره ولكن انا جهزت انا يبقى زي الفل على قد تلميعه الخشب تاني وتلميعة الازاز على هادي والستاير خلاص وكده وبس. كنت اخده قرار كده حتى مع الواد وقلت لهم اشاركهم ان احنا ما نتعبش بصراحه، مش حابه ان انا اموت بقى في العيد وكلام من ده. فقلت لهم بصوا انا حاجه كده على خفيف. طبعا غرفتي نفس الحكايه بفضل الله. عندي بس تلميع خشب، تلميع ازاز والفرش، وان شاء الله لو لقيت تفاعل حلو على الفيديو هنزل لكم على طول. خلاص. عندي الريسبشن نفس الحكايه، ولا اي حاجه خالص. هنحط السجاد النظيف وهنحط بقى حاجتنا والكوشنات والدنيا الحمد لله هاديه. عارفين حته اول باول دي بتريح والله بجد، ايدك كم تبقى في البيت. يعني عايزه اقول لكم حاجه اكتشفتها وانا بنظف. حتى لسه كنت بقول لسه قلت لها سما مش ملاحظه ان احنا هنا يعني قلبنا الدنيا ومش عارفه، بس تحس ان التنظيف مش مبالغ فيه بصراحه. انا دي حاجه انا اخده بالي منها. قالت لي ايوه فعلا. قلت لها لان اساسا مش سايبين اولا كراكيب تحت او حاجات كتير بقى تقعدي تفتحي وتشيلي وتحطي، لا لا لا، كل حاجه معروف هي فين، كل حاجه معروف هي ايه. اللي مالوش لازمه بيطلع بره. طبعا انا حطيت لهم حاجه العيد ورتبت لهم الدنيا وحطيت لهم هدومهم وحاجاتهم. مش قادره اقول لكم بصوا شكل الدولاب بقى خفيف وقمر ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللهم بارك يا رب، يبارك فيهم ويحفظهم اللهم امين. الاحساس حلو. هم نفسهم دخلوا الغرفه انبهروا بصراحه وبقوا سعاده جدا. طبعا شويه تنبيهات كتير مع اني بقولها كتير بس برضو بينسوا. هنا كده بقى ده كان يوم 24، فانا كنت عارفه ان في ناس بتتحرر ليله القدر وكده، فكنت صاحيه طبعا لان انا ومكه ما بننامش الا متاخر. فتلاقيت شعاع الشمس ومش عارفه ايه، فقلت اما اصور لكم يعني اشجعكم وكمان اشارككم معايا اللحظه. فكان المنظر الشمس جميله قوي. صاحيه ليه؟ قول له انت صاحيه سهرانه معايا. تعال نخش ننام بقى عشان احنا لا انا مش نايمه. تعالي شكلك كده ولا طلع باقي كل الملعب هنا اللعبة دي. أو ممكن الحركة دي بصوا مكة بتلعب في المطبخ. والله يا بنات وحشتوني قوي 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 بجد والله العظيم. قوي قوي اثر فيها الفتره اللي فاتت دي والله. بس والله بجد انا كنت مشغوله قوي قوي، يعني مش فاضيه خالص، لا امنتج ولا اصور ولا اي حاجه وكده يعني بصراحه. وكنت مشتاقه لكم جدا وقدامي فيديوهات عايزه اصور عايزه اعمل، مش يعني مش عارفه، ما عنديش وقت فاهمه. فوالله بجد انتوا ليكوا وحشه رهيبه رهيبه رهيبه. انا ما حسيتهاش الا دلوقتي وانا بمنتج يعني بجد. وحشتوني قوي 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 قوي. بصوت اسماء صاحبتي وحشتوني. تعالوا بقى لما احكي لكم غيرت ايه وعملت ايه من غيركم. اللي متابع معايا يبقى فاهم ان في تغيير جامد جدا جدا. اولا الكوشنات دي ما كانش مكانها. بصوا عارفين الدولاب 3 اماكن صح؟ انا جبت يمين شمال والشمال يمين، والحاجات اللي كانت في الشمال يعني فاهمين. انا ما فيش حاجه في مكانها غير بس الملايات. تخيلين الدولاب ده كله ما فيش حاجه خالص خالص في مكانها. نقلت الدولابات خالص خالص خالص.
ومفيش حاجه في مكانها حرفيا. الدولاب ده كان فاضي حرفيا. خلاص جيت هنا فوق حطيت البورتفيهات بتاعتي، حطيت كل الحاجات اللي هي السيمبل الصغيره. طبعا بقيه الشنط الكبيره متعانه في البنكته هبقى افرجكم. جيت هنا يا بنات بقى لقد هرمنا من اجل هذه اللحظه. ايه هي اللحظه؟ ان انا اعمل الكوشنات. انا كنت حابه ان انا اعملها بشكل ان انا اشوفه. هي كانت فوق هنا شويه فما كنتش ببقى شايفه كله، لكن كده لا، حاسه ان انا شايفه كله. مبسوطه قوي 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 بالترتيب ده، كمان اسعدني جدا جدا. جيت هنا طبعا نسقت بقى مكان الملايات، حطيت كمان الياقطين، نسقت الحاجه بحيث الحاجات اللي هي الجليتر اللي فيها جليتر تبقى حلوه. ورا هنا شايفين اللي هي الخداديات بتاعه الاكياس بتاعه الخداديات، والشكل بقى قمر قوي ومبسوطه بيه جدا جدا جدا. على فكره بالليل كمان بيبقى الاضاءه طبعا مديه منظر تحفه تحفه تحفه. وعايزه اقول لكم فضيت عندي، شلت حاجتي الشتوي كتير، الجواكت، كل الحاجات التقيله دي شلت شلت شلت. وتحت السرير فل. وكمان حطيت الحاجه وقفلت الدنيا برضو نفس الحكايه على الترتيب، على السرير، على التلميعه الخشب والايه والازاز. وان شاء الله هعمل ده معاكم. لو لقيت تفاعل حلو هنزل لكم على طول. بالله عليكم شايفين حاجه ما تبقى مترتبه حوار تاني، يعني انا بحس بسعاده بصراحه. اتمنى لو وصلتوا لغايه اللحظه دي اوعوا بنات ما تحطوش لايك وشيروا كتير بقى، عشان عايزه الفيديو ده بصراحه يجيب يعني لايكات كتير. خلاص، وانا ان شاء الله هنزل لكم في اقرب وقت. هتوحشوني جدا، اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. بحبكم قوي بجد والله، وانتوا عندي ناس مهمه جدا جدا جدا. يا رب يا رب بجد يعني ما يحرمنيش منكم ابدا ابدا ابدا، ويديمكم يا رب دايما النعمه في حياتي. كل الناس اللي بحبها يا رب، اللهم امين. بشكر كل الناس اللي سألت عليا واستغيبتني او حست بغيابي، وانا والله بحبكم قوي 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 قوي. في دماغي حاجات كتير لسه ما خرجتش طبعا، مش كلها، الله المستعان. ربنا يرزقني ان انا ارتب افكاري، ويرزقني في الوقت، ويرزقني في القوه كمان. ربنا يعيننا. نحاول بقى نستمتع بالكام يوم دول، لان ان شاء الله من بعد العيد باذنك يا رب كتب الله لنا اللقاء والبقاء. احيانا ترجع بقى للدراسه والكلام اللي انتم فاهمينه ده. دعواتكم بكل حاجه حلوه ليا ولكم بمثل، وانا كمان هدعي لكم. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجمعني بكم في جنات بلا حساب ولا سابقة عذاب. اشوفكم على خير يا احلى وارق واجمل اخوات في حياتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.